السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. وطبعا كل اللي متابعيني عارفين الفيديو ده تكملة الفيديو اللي فات، طبعا علشان خاطر ان انا مرضتش اطول عليكم الفيديو. التخديعة دي كنا عاملينها مع بعض، واللي ما شافش الفيديو اللي فات يدخل يشوفه عشان يبقى معايا خطوة بخطوة. تمام، خلصنا كده التخديع وحطينا بقى التوابل بتاعتي، ملح وفلفل وكمون و... وكزبرة وسنة كده من البهارات. وشلت شوية من التخديع عشان حسيتها كتير، وكمان ليها احتياج هنشوفه مع بعض في الاخر. حطيت الرز بتاعي، والتخديعة دي طبعا قعدت مثلا يومين في التلاجة. كنت بجهز طبعا للأكلة دي. اخلص حاجتي كده اول باول عشان خاطر ما يبقاش فيه دربكه بتقطيع الكرنب وسلقه وتخديعه وحشو وايه، وانتوا عارفين دربكته. فانا خلصت كده التخديعه وشلتها يومين في التلاجة، وبعد كده ايه طلعتها وحاطه فيها الخضره. تمام، بس طبعا الخضره ايه يعني دبلت بقى وايه، ولازم احط خضره تاني بعد الرز عشان عايزاها كده تكون خضره وفريش ومصحصحه معايا. تمام تمام. لقيت شوية كده من يعني لون الرز بتاعي مش محمر، فحطيت زودت التخديعة بتاعتي وحطيتها كده بالمنظر ده، وحطيتها بقى في الصينية واسيبها تبرد كده سيكة، ونبدأ نحشي مع بعض. رغاية، انا رغاية. تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة وكومنت منكم، بجد بجد بيسعدني. تمام تمام. معايا دلوقتي بقى ايه الكرنب بقى نحشيه كده ونحط كده في قعرة الحلة مثلا طماطمايه وفلفل. نحط بقى سنة من الزيت كده، وهنحشي بقى. ما اقولكوش رشة ملح وفلفل، منها ان هي عشان الخاطر الكرنب بتاعي ما يلزقش، ومنه برضو بيدي طعم وتيست عالي جدا. نحشي بقى. طبعا شفنا الكرنب بيتقطع ازاي معايا. هوريكم بقى كام واحدة كده ونحشيهم مع بعض. جميل جميل ومقطعاه صغير كده ومنمنم وحلو. انا بقى ايه هوريكم كده كام واحده وهديهم بقى هم يكملوا، عشان انا ورايا هم ما يتلم، عشان نقدر نخلص قبل ميعاد الغدا. اديتهم طبعا هم ايه يعيشوا مع الموضوع. ومعايا بقى كده جبت الحله دي وهحط فيها طماطمايه على حسب بقى الحله بتاعتي كده، انا عايزاها ايه في قعر الحله كلها. بهربسها كده بميتها بايه ببغنجها. رشه من الملح، طبعا تكوني واثقه ان الايه ما ملحش الحاجه، واخلي الاكل بتاعي مظبوط. معايا بقى كده بقى ايه المتنجان المتقور الحلو جدا ده. هسيبه قد عقله الصباع، مش هحشي كده الصباع لاخره. تمام. حشيتهم بجد بجد يعني وانا واقفه. انا يعني من النوع اللي ايه اللي يحب الحاجه احشيه، يعني اخلص الاكل وانا واقفه. لو في اكله ممكن اعملها وانا قاعده، لا بحس ان انا ايه بطيئه كده وبارده. لا انا بحب اعمل الحاجه وانا واقفه بجد، بالرغم ان انا يعني ربنا يشفي كل مريض، يعني رجلي وجعاني، بس بحب اعمل الحاجه وانا واقفه. متنجان بقى الابيض والمتنجان الموف، ويا سلام يا سلام. وعندك كمان لو عندك المتنجان الاسود ممكن نحشيه، مفيش مشكله، بيدي برضو طعم حلو قوي. تقريبا نسيت نفسي بقى كده وسايبه الكاميرا شغاله ومش عارفه هخلص معاكم. تفتكروا ان انا هخلص الكميه دي وانا معاكم؟
اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلصنا البتنجان، ندخل على على الكوسه كده. معايا مثلا مقام نص كيلو من الكوسه. المقوار بتاع الكوسه ده منجز 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 فعلا. حلو جدا. بيسهل عليك التقوير يعني. بدل الكوسه ما بتتكسر مننا ولا حاجه، لا. وشرشرها كده بالمنظر ده، منها شكل ومنها ان هي نظافه يعني. بتنضف فعلا الكوسه من بره. لو في رمله ولا حاجه في الكوسه، لا، الشرشره دي بتطلعها. ممكن الحشو اللي جوه دوت، لو انا هحشي هعمل حله كوسه لوحدها هحطه في قعر في القعر الحله، لكن لا، انا هحط الكوسه مع المتنجين. هعمل حله كده بقى ايه يعني مره واحده. خلصنا الكوسه كمان وهنخش على الفلفل. ما شاء الله، كانت اكله محشي جميله جدا. وفي الشتاء بقى ما اقولكوش ما اقولكوش ما اقولكوش. طبعا انتوا عارفين يعني الكرنب في الشتاء والمحشي عامه، بس الكرنب بالاكتر جميل جدا في الشتاء. لمينا بقى الكركبه اللي حوالينا، واهم حاجه ان نفضي حوالينا وقت ما يبقى في حاجه كبيره زي كده، او عندك مثلا حد وكميه اكل ما شاء الله زي كده، لازم نفضي المطبخ اول باول عشان ما يبقاش في دربكه حواليا. نخبط بس الكوسايه كده عشان خاطر الرز ينزل تحت، وبرده مش هحشيه كله يعني، هسيبه في فراغ كده برضو علشان خاطر ما يتفتحش مني ولا الرز يطلع لبره. خلصتهم وانا واقفه ولا ما خلصتهمش وانا واقفه؟ هديهم بقى بقيه الرز ده، هم بقى يكملوا الكرنب، وانا هنعمل برضو حاجه تانية. خلصنا واديتهم بقى هم يعيشوا مع نفسهم. هنعمل بقى كده بصلايه. معايا الفراخ ديت كميه كويسه، مغسوله حلو جدا. طبعا قلت لكم قبل كده ان محلول الملح بتاعي دقيق وسكر وملح وليمون. ما بحطش خل يا جماعه، عشان الخل بيزفر الفراخ بصراحه يعني. لو عايزه تشطفي بيه في الاخر كده وقت الشطف من الدقيق والحاجه دي تشطفي، لكن يستحسن لا، انا بحبش الخل عامه في الزفاره عامه. بحس ان هو بيثبت الزفاره، ما تعرفوش، مش عارف. غسلناها طبعا حلو، وحطيت بصله كده، وهنحط بقى ملح كده وحي الشوربه بتاعتي، وملح ملح وفلفل. تمام. وده بهارات، توم باودر. بصوا لخبطوني ازاي. حبهان على ورق لوري مطحون كده على بعضه، ونحط رشه منه، ونحط طماطمايه وجزرايه. ويا سلام على الشوربه دي بقى، طماطمايه وجزرايه وملح وفلفل وحبهان وورق لوري. يا سلام. قفلت عليها وهسيبها شويه علشان خاطر تاخد من طعم التتبيله. مش هعلق عليها دلوقتي علشان نشوف مع بعض النتيجه هتطلع معايا عامله ايه. تمام. زي ما شفنا مع بعض كده، خلصنا الكميه بتاعتي. عامله مثلا بصوا بقى التغذية ديت انا كنت شايلاها ليه؟ عشان احط من الوش كده بيطلع الكرنب محمر وحلو جدا. خدوا التكايه دي مني وادعولي. الحله الكرنب الصغيره دي بقى، طبعا انا يعني عامله كده وعامله كده عشان خاطر الشطه، واللي من غير شطه، واللي ايه، واللي عايز كده يعني. فاهمين فاهمين. هنعلق بقى على الشوربه كده ونشوح فيها لغايه ما تغير لونها مثلا. بصوا هي اصلا بدأت تغير لونها فعلا، وشموا الريحة بقى. ما اقولكوش يا سيدي. طبعا انا طالما انا علقت عليها وشوحت فيها، يبقى احط مية سخنة وازود كده المية واخليها معتدلة وتغلي وتستوي معايا، وخليها سواها مظبوط. انا بعمل ايه دلوقتي؟ مش بعمل كيكه ولا حاجه، لا، انا بعمل تتبيله للفراخ. بعد ما ما تتسلق معايا هنشوف هنعمل فيها ايه. معايا كوبايه من الدقيق، ملح وفلفل اسود، ومعلقه من النشا، ومعلقه من البيكنج باودر، وتوم باودر، وبصل باودر، وكزبره، وبابريكا، وكركم. كل اللي عندك حطيه وادعولي. بجد التتبيله دي خطيره جدا. هقولها معاكم تاني: كوبايه من الدقيق على حسب كميه الفراخ اللي انت حطاها،
توم باودر، ملح وفلفل وكمون وكزبرة وتوم باودر وبصل باودر وبهارات وبابريكا وكركم ومعلقة كبيرة من النشا ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. تمام. هخففها كده بالمية، ولازم الكمية بتاعتي اللون بتاعها يكون الكركم زيادة فيها شوية. انا كده اللون بتاعي بص انا بقى عايزاها زي عجينة الكريب كده، او اتخن شوية يعني، ولا خفيفة ولا تقيلة. تمام. ما شاء الله. الشوربة بصوا جميلة ازاي، حلوة قوي دسمة. هطلع بقى الفراخ دي. انا الفراخ طبعا مقطعاها 8 علشان خاطر التتبيله اللي انا عاملاها ديت. انا بصراحه بحبها كده، يعني لازم تكون متقطعه كده علشان خاطر الحشو ايه يعني، لما تيجي تتحمر في الزيت مع التتبيله دي تدخل في التحمير كده من كل النواحي. هخليها كده من الجلد بتاعها وهحطها في التتبيله. بصوا خليتها لونها المصفر ده، زودت في الكركم عشان يطلع معايا اللون ده. تمام. نخلي كده اي حاجه مش عاجباني هطلعها، والسمين بتاع الفراخ دوت هشيله. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ممكن طريقه الفراخ دي هتطلع معاكي زي كنتاكي، بس ممكن تعملي جنبها رز بسمتي بقى او بطاطس محمره وتكتفي كده بيها، هتبقى حلوه قوي. خلصنا. هديها تقريبا بس كده، برضو هسيبها برضو في التتبيله عقبال ايه ما يعني نساوي بقى المحشي بتاعي ونخلص يبقى على التحمير معايا. بنخلص بس حاجتي كده اول باول عشان نكون ايه مفيش دربكه حواليا. عارفين كانت الساعه كام كده دلوقتي؟ انا كنت بادئه يعني مثلا على الساعه 1 يعني. دلوقتي في بصوا بقى يعني دلوقتي كده في حدود الساعه كانت 4. بصوا الشوربه بتاعتي دسمه وحلوه قوي ازاي، جميله. ظبط الملح بتاعي علشان خاطر المحشي ما يطلعش عادم. احط الاول المحشي اللي من غير شطه. تمام. ونعلي كده على الحاجه في الاول، اهز كده الحله بتاعتي عشان خاطر ان هو ايه ينزل في قعر يبقى المحشي كل الصوابع كلها شاربها الشوربه. حط الشطه بقى. خلاص انا كده سقيت اللي من غير شطه، ايه نزود حطي شطه بقى. حسيت ان انا عايزه شطه تاني ورحت حاطه تاني، وبصراحه ما طلعتش شطه والله. التركية بتاعت التخديعه دي ما اقولكوش، وكبسي كده بحاجه اصغر من الحله اللي انت حاطه فيها علشان خاطر ما يفكش منك. علقت على المحشي كله بتاعي في اول في يعني في وقت واحد وخلاص. وخلصت الحمد لله. حسيت ان هي عايزه شوربه فروحت سقيتها من ايه، زودت بقى شوربه من التانية وحطيت شطه تاني. وهكمل بقيه يعني ما يبقاش ايه مغطي المتنجان، خصوصا ما يبقاش مغطي الصوابع كلها، لا انا 3/4 الصباع، لكن الكرنب اغطيه كله و ربع معلقه زياده كمان. معايا بقى كده الصينيه ديت هنحط فيها كوبايه من الدقيق. تمام. واحط معلقه من البيكنج باودر. خلاص هو معلقتين اصلا الكيس ما فيهوش، يعني انا حطيت معلقه مع الفراخ، وهنحط المعلقه التانية في الصينيه التانية.
حط الملح، حط النشا، طبعا حطيت النشا، رشة من الفلفل الاسود، بهارات، توم باودر، بصل باودر، بابريكا. كانت خلصت خلاص. عايزه احط شطه احط، بس عشان خاطر برضو ايه، كان في يعني مجموعه كده ما مش بيحبوا الشطه، فما حطيتش اصلا شطه. لكن المحشي معروف ان ايه، ان الحلل دي من غير والحلل دي فيها كده. تمام تمام. هنعمل بقى كده السلطه مع بعض، والحمد لله كده كنت خلاص كده ايه بفنش في الاكل. بصلايه على جزرايه. حط الليمون. انا بص برضو كنت هنا بس وقت التحضير لسه، بس انا عشان خاطر قطعت البصل فحطيت عليه الليمون، وهحط عليها التوابل، الملح وفلفل الاسود والكمون، وهقطع فوقيها الخضار ومش هقلبه. بس انا حطيت التوابل في الاول ليه؟ عشان خاطر البصله عشان ما تصننش مني. تمام. خلاص هو بس كده. انا هحط بس يعني حطيت اهو الخضار، ومش هقلب خالص، وهركنها على جنب، واروح بقى اقعد شويه كده عقبال ما المحشي بتاعي يستوي وهنخلص، وبعد كده هنرجع معاكم للتحمير. متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه، علشان كومنت منكم بيسعدني بجد. يعني بجد بجد انا بتعب في الفيديوهات دي، فمحتاجه بجد منكم تشجيع ودعم للقناه. ركنتها خلاص كأني ما عملتش اي حاجه، عشان الخضار بتاعي يطلع فريش ما قلبش. نحمر بقى في الخلطه اللي انا عملتها، الدقيق بالتوابل بتاعتي بالنشا وبالكيك باودر، والزيت بتاعي يكون سخن. وعرفت ان المحشي بتاعي استوى، فبدأت في التحمير عشان خاطر الحاجه تفضل سخنه. جميله الطريقه دي، ما اقولكوش على طعمها، تطلع معايا زي كنتاكي بالظبط. اللي عايز دبوسه بقى، اللي عايز حته من الصدر، حته من الورك. بصوا الشكل بتاعها طلع ذهبي ازاي، وخطيره بجد. من عشاق الاكله دي. رز بسمتي، مكرونه سباكيتي بقى، بطاطس محمره، وجنبها ايه، توميه ولا سلطه الكولسلو، وما اقولكوش. عايزه ازود في السوا بتاعها. تمام. عايزه اطلعه باللون ده، مفيش اي مشكله. بص الحركات اللي انا بعملها بقى بالمساكه دي، انا تقريبا كنت بكلم حد وبشرح له حاجه، بعلمهم يا جماعه. تقريبا كنت ناسيه الكاميرا شغاله. بصوا الله، خطيره. تعالوا بقى نعمل مع بعض كده شويه ملوخيه كده في حبه الطاجن ده. يا سلام. حطينا كده كميه من الشوربه وفص واحد من الثوم مفروم، وبشرة طماطمايه. بشرة طماطمايه بتخلي الملوخية مسكرة. دي مش ملوخية خضرة، دي ملوخية ناشفة. ملوخية ناشفة كده، ما تجيبهاش من اي حد، لازم حد واثقة فيه، او بقى يعني من بلد الصعيد كده تجيبيها وانتي مغمضة. الطاجن ده بيدي طعم مختلف جدا. هحط كمية من الملوخية كده، وهشوف وهقلب، وهشوفها محتاجة شوية كمان، عشان هي ايه بتبقى اتقل من الخفيفة. لازم كده يعني. افضل اقلب فيها كده. يا سلام. سلام كبير بقى للصعايدة يا جماعة.
خلاص شلت بقى الطاجن، هعمل الطش على طول. قفلت على المحشي خلاص، بس الكرنب لسه مولعه عليه عشان ايه، انا عايزاه كده مولع من السخونيه. حط معلقه سمنه بلدي كده من في الكرنب، علشان خاطر ان ايه، تسيح معايا وتدوب دب وتعلي التست معايا. لا اله الا الله محمد رسول الله. اول بس ما هتدي اللون الذهبي معايا هحط رشه من الكزبره وهتش بيها الملوخيه على طول. عملنا بقى كده النهارده ايه، الكرنب والمتنجان والكوسه والفلفل والملوخيه والفراخ. ويا رب يكون عند بجد، يبقى عند حسن ظنكم وبفرق معاكم بجد. بصوا الملوخيه يا سلام، والفراخ يا سيدي، والسلطه قبها. نقلب بقى خلاص عشان خلاص هنخلصنا. ما يغلقوش بقى كل شويه ايه، او كل فيديو كده تليفوني يرن، انا تليفوني اصلا يعني ما بيفصلش. عرفنا بقى كده السلطه، جهزنا حاجاتنا. يا سيدي عالجمال. هقلبه بس كده عشان خاطر ايه، يفك معايا من كل صباع لوحده، وهقلبه على طول صينيه بقى ولا طبق مره واحده كده عشان يفضل سخن. بس كله بقى كل صباع ماسك نفسه ازاي ومقاسه متناسب. بتنجان تحفة تحفة تحفة. اتفضلوا معانا بقى كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.